كانت لمواجهه غلاء اسعار كان موجود بالفعل في وقت 2007 و2008، والقرار كان من اجل معالجته، لكن ما كانش جه قرار علاوه 30% علشان زياده لسه هتحصل. بمعنى ان الحكومه النهارده بتقول ان العلاوه 30% اللي الموظفين وعمال القطاع العام هيحصلوا عليها هي جزء من معالجه ال 60-70% اللي هتنتج ابتداء من اليوم بسبب غلاء الاسعار. عايز اقول ان ال 30% في الحقيقه كانت محتاجه تبقى 400% علشان نصل لحد الفقر الدولي اللي هو بيقرر ان المواطن الكريم عشان يعيش حياه كريمه محتاج $200 في اليوم يا ريس. لكن للاسف الشديد، وخلينا نتكلم بالارقام، الحكومه ضحكت علينا. ال 30% في التقرير الموجود كل اللي محتاجاه $1,100 مليون. البطايق التموينيه كل اللي محتاجاه 200 مليون. زياده المعاشات المدنيه والعسكريه كل اللي محتاجاه 600 مليون. حتى الاداره المحليه الزياده اللي محتاجاها 400 مليون. ده التقرير بيقول كده. كل مجمل هذه الارقام ما كملش 2.5 مليار. لكن الاعتماد الاضافي اللي حضرتك حاططهولي، ايوه يا دكتور مفيد، انا بتكلم عن 2007 2008 اللي انت طالب له اعتماد اضافي عشان شهرين، لكن حضرتك طالب اعتماد اضافي 26 مليار. الاعتماد ده لسد عجز في موازنه دلاله فشل في اداره شؤون الوطن، انك ما قدرتش تحقق تنميه، ما قدرتش تحقق نهضه اقتصاديه ولا زراعيه ولا صناعيه. حضرتك عندك عجز 26 مليار، جاي دلوقتي تطالب الشعب اللي يسدده لك من خلال غلاء السولار، غلاء البنزين، غلاء الوقود. لا حضرتك اسمعني، خلاص هذه الاسعار اللي حضرتك فجرتها النهارده في المجتمع احسب حسابها على المواطن البسيط، عشان بلاش تلاعب، بلاش تقول احنا خدنا من الاغنياء. لا، ما خدتش من الاغنياء، خدت من البسيط اللي بيركب ميكروباص بجنيه الصبح هيلاقيه ب2 جنيه. اللي حضرتك خدت من اللي هيشتري رابطه الفجر، اللي هيشتريها هيلاقيها غلت ضعف الثمن. حضرتك دكتور حمدي السيد بقاله 2-3 ولجنه الصحه بتطالب ب10 قروش على علبه السجاير علشان رعايه صحيه. حضرتك النهارده بتاخد 25 قرش و50 قرش مش عشان رعايه صحيه، الفقير بيحتاج، لكن عشان تسد عجز موازنه. وزاره الماليه اللي فشلت انها تغطي العجز. انت بتاخد 7.5 مليار النهارده في السولار، وعندنا تعليم يا ريس بناء عليه يا ريس. هو احنا عندنا تعليم حكومي علشان بتطالبوا التعليم الخاص ان يزيد نفقاته. ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري.